اوعى يبقى هدفك الوقت انك ما تشيلش مادتين، اوعى يبقى هدفك الوقت انك تجيبي مقبول ولا جيد. نشن على اعلى طموح. طب افرض ما جبتوش، ومين قالك انك انت لازم تجيبه؟ انا عايزك تتغير، انا عايزك تنجح طول عمرك، حتى لو المره دي بقت هي السلمه اللي انت تطلع عليها. يعني الطموح، ما انساش رؤيه شفتها وانا طالب في الكليه سنه ثالثه بقى ولا ثانيه مش فاكر يعني. كنت انا قلت ايه؟ قلت انا مش عايز اذاكر وانا مخنوق من المذاكره وانا ما عدتش هذاكر. خدت قرار غريب شويه، قرار مش حكيم شويه. فنمت، حلمت ان انا واقف على محطه قطر والقطر جاي، فالقطر جاي بالراحه، فالقطر واقف قدامي درجه اولى، فبصيت على الدرجه الاولى لقيت المكان جميل جدا ولقيت المكان فاضي خالص. فقلت طب انا ايه اللي يركبني في الرؤيه ده؟ انا ايه اللي يركبني درجه اولى؟ ما كده كده درجه ثالثه جايه وايه واركب فيها، والقطر ماشي بالراحه، لو خطيت برجلي كده هركب درجه اولى. المهم فعدى القطر بالراحه، جت درجه ثالثه، جيت اركب لقيتها زحمه، موت، خنقه، طلوع روح. فانا داخل في الرؤيه كده بقول يا ريتني كنت ركبت درجه اولى. فصحيت مش فاهم ده ايه، فهمت معناه ان دي رؤيه توجيهيه، ان الفرق بين الدرجه الاولى في الحياه والدرجه الثالثه في الحياه مش كتير، بالعكس ده انت لما تركب درجه اولى هتعيش مستريح طول عمرك. اوعي تقبلي انك انت تركبي في اي درجه في قطر الحياه، لازم تبقى في مقدمه قاطره الحياه. الطموح يا جماعه، عشان كده القران والسنه كلهم طموح، فليرتقوا في الاسباب. خد باسباب انك تطلع وترتقي. هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، مش ده طموح سيدنا سليمان؟ يبقى الطموح دين هو عباده، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض، على الاستعلاء كما قال العلماء، انك تبقى اعلى انسان، انك تبقى الاول. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. المفسرين قالوا انك انت يبقى ليك السبق، انك انت تبقى الاول، ان اكون اول المسلمين، انك انت تبقى الاول. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. يبقى لو الاول على الدفعه نوى بتفوقه ده نصر الدين ربنا، يبقى هو الاحب الى الله ولا اللي مش متفوق؟ المتفوق. يبقى الانسان اللي عنده جديه في الحياه وقوه في المعلومه احب الى الله ولا اللي ما عندوش قوه؟ لو في سبيل الله يبقى الاحب هو الاقوى، لو في سبيل الله يبقى الاحب هو الاقوى. رقم واحد الطموح، انك انت بلاش ترضى بالدون، لان صدقوني يا جماعه الفرق بين درجه اولى ودرجه ثالثه حياه فرق بسيط جدا جدا جدا. هتتعب شويه وهتفضل مرتاح طول حياتك. درجه اولى حياه مش معناه انك تتعين في الجامعه، درجه اولى حياه مش معناه انك انت تجيب بس امتياز. درجه اولى حياه دي ربنا هيديها لك لما انت تتعب، لما انت تبقى انسان كفء. هيديها لك في ايه؟ مالكش دعوه، انت هتاخد تعبك من ربنا.